خلينا نبص كده على رصة الطوب اللي بالمنظر ده. المفروض رصة الطوب تكون حاجة اسمها overlapping. يعني overlapping، خلينا نرسم كده باللون الأحمر. المفروض الطوب يكون بالمنظر ده، دي طوبة وجنبها طوبة وفوقيهم طوبة وبعديها طوبة طبعا، وهنا طبعا هيكون في تحت هنا طوبة وتحت هنا طوبة وفوقيهم طوبة. طيب احنا ليه بنرص رصة الاوفرلابنج دي؟ قالك لأن الطوبة دي، خلينا نغير اللون نعمل الأسود مثلا. الطوبة اللي عندنا هنا دي متحملة على الجزء ده ومتحملة على الجزء ده، بالتالي لو حصل أي قوة فيها حركة من هنا تخلي الطوب ده يتفصل عن الطوب ده، تيجي الطوبة اللي معارضة ليها اللي هي الطوبة السوداء دي تعارض الكراك أو تعارض الشرخ اللي هيحصل هنا. طيب نفس الموضوع لو جينا بصينا هنا، الطوب ده الرصة دي تخلي الطوب ده يميل، كل الجنب اللي عندي ده اللي هنا والجنب ده يميل عن بعضه. طيب هيميل ازاي؟ خلينا نبص مع بعض. المنظر ده يخلي الطوبة اللي عندنا دي تميل وتبعد عن الطوبة اللي عندنا دي، وبالتالي يحصل هنا الكراك او يحصل هنا الشرخ. عكس لو كان الطوب ده معمول بالطريقة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاوفرلابنج، ان يكون عندي الطوبة دي متحملة على الطوبة دي ومتحملة على الطوبة اللي هنا والطوبة اللي بعدها طبعا، وفي هنا ما بينهم طوبة. فبالتالي تعالى نكمل بس شوية كده عشان الدنيا تبقى أوضح معانا. دي طريقة الأوفرلابنج. وبعد كده في عندي طوبة طبعا هنا وطوبة هنا وطوبة هنا وطوبة هنا واحدة هنا. بالتالي المنظر اللي احنا عملناه ده دلوقتي يخلي أي قوة طالعة، خلينا نغير اللون برضو معلش تاني، نخلي أي قوة طالعة علشان تفرق الطوبتين دول عن بعض. القوة دي وهي طالعة لفوق يعارضها الطوبة اللي عندي اللي هنا دي، بالتالي ما يحصلش كراك او ما يحصلش كسر. ده واحد او دي نقطة. تاني نقطة توزيع الأحمال من فوق إلى تحت أو من أعلى إلى أسفل. لما تيجي تضغط على الطوبة دي، خلي اللون مثلا أخضر، لما تيجي تضغط على الطوبة الخضرا دي والطوبة الخضرا التانية دي، الضغط ده هيتحول المفروض إن هو يخلي الطوبة تبقى عاملة بالمنظر ده والطوبة دي تبقى عاملة المنظر ده. بالتالي الطوبتين دول لو كانوا محطوطين جنب بعض ده اللي هيحصل فيهم، ولكن بفعل او بوجود الطوبة السفلية اللي هي اللي هنا دي، خلينا نلونها كده، ده يخلي التحميل او الارتكاز بتاع الطوب ما يحصلش فيه كراك او ما يحصلش فيه الشرخ، لان عندي طوبة تحت تتحمل ده. ولذلك الطوبة دي والبلوكة دي او الطوبة دي لو اتضغط عليهم بقوة من هنا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الطوبة دي بعدت بالمنظر ده، ونفس القصة في الطوبة اللي هنا. وطبعا ده لما يحصل القوة اللي هنا دي مش هتلاقي الطوبة دي، مش هتلاقي هي والتانية ما يعارضها من أسفل، بالعكس ده انت تلاقي الطوبة اللي هنا حصل فيها نفس القصة كده، تلاقي الطوبة دي كمان عملت زيهم والطوبة دي عملت زيهم وهكذا، فيحصل هنا كراك أو يحصل هنا شرخ كبير قوي في الطوب. ولذلك احنا لما جينا اتكلمنا قلنا ان لازم يكون في عندي الاوفرلابنج او في عندي الاسلوب بتاع رص الطوب، اللي هو ان طوبتين سفليتين وترتكز فوقيهم طوبة علوية. طريقة الارتجاز دي هي افضل طريقة لرص الطوب، وفي عندنا طرق كتير قوي لربط الطوب ببعضه ممكن تستخدم، ولكن الطريقة المستخدمة هنا دي كارثة بكل المقاييس.